الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وهل ربنا بيغفرهم؟ الشرك الأكبر هو جعل المخلوق ندا للخالق عز وجل، سواء في الدعاء أو في المحبة أو في الرجاء أو في الخوف. أربع حاجات دول ما ينفعش إن أنت تعملهم إلا لله عز وجل. يعني ما ينفعش تدعو أو تستغيث أو تخاف. أنا بتكلم عن الخوف الكامل اللي هو يستحق الخوف من شيء إلا من الله عز وجل. ده الشرك الأصغر. زي ما بنشوف دلوقتي الشرك الأكبر معذرة، يعني ما ينفعش تروح تقول يا مدد يا رفاعي ويا دسوقي ومولد السيدي إيه مش عارف إيه، كل ده شرك والعياذ بالله لا يجوز. ده بيحبط العمل، بيهدم الدين كله، وده اللي ربنا قال عليه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك اللي هي الذنوب والمعاصي، وربنا يغفره لك لو تبت منه قبل الموت. الشرك الاصغر هو وسيله للشرك الاكبر، وده بقى احنا كتير قوي واقعين فيه بقى، وهو ده اللي النبي قال عليه اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. والرياء، الرياء يعني ايه؟ مشتق من الرؤيه، وهو ان يعمل الرجل العمل ليس من اجل الله وانما من اجل الناس، ولذلك سمي رياء لانه مشتق من الرؤيه. انت بتعمل عمل عشان الناس تشوفك. او زي التطير. ايه التطير؟ اللي هو التشاؤم. طب ليه سموه تطير؟ زمان في الجاهليه كانوا بيطيروا الطير، لو طار يمين كانوا بيتفائلوا، طار شمال بيتشائموا، فسمي التطير اللي هو النهارده بلغتنا اسمه التشاؤم. كذلك الحلف بغير الله، واحد يجي يقول لك ورحمه ابويا وراس ابويا وحياه اولادي، لازم تعرف انه لا يجوز الحلف الا بالمعظم، والمعظم الذي يستحق التعظيم هو الله سبحانه وتعالى. كل ده من الشرك الأصغر. هل لله يغفره؟ يغفره إن تبت منه بالاستغفار وعدم العودة إليه مرة أخرى. لكن لو مت على ذلك مت على كبيرة من الكبائر. طب أدخل النار؟ أمرك إلى الله. جنة ونار ده بيد الله عز وجل. بس كده خلصنا. فهمتي؟ فهمت. عندك حاجة تاني؟ لا. بس أرجو إن انتوا تشاركوا معنا في القناة وتنشروا الفيديوهات دي، عل الله ينفع بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.